ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. تصدقوا ان الفطير المشلتت المورق الجميل ده معمول من غير عجن خالص؟ ايوه، زي ما سمعتي كده. المرة دي هتريحي ايديكي ومش هتعجني الفطير المشلتت وهيطلع معاكي تحفة ومورق زي ما انتي شايفة كده بالظبط. شايفين الطبقات ولا لذيذة؟ شايفين بقى مورق وطبقاته عاملة ازاي؟ واهم حاجة ان احنا هنعمله بمنتهى السهولة من غير ما تعجني ولا تتعبي ايديكي. اسهل واسرع طريقة تعملي بيها فطير مشلتت. يلا بقى نقول بسم الله ونصلي على رسول الله وتعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة معلقة من السكر، دي معلقة كبيرة ونص معلقة صغيرة من الملح. معايا هنا 550 مللي من المية، وهقول لكم في الاخر هياخد معايا مية قد ايه. انا حطيت كده وسبت شوية. هدوب بقى السكر كده والملح مع المية عشان ما يبقاش فيه اي تخليط. ومعايا كيلو من الدقيق الابيض جميع الاستخدامات. هقلب بقى الدقيق كده مع المية زي ما انتوا شايفين كده، بقلب كده بالسباتيولا. انا شفت الطريقة دي وبصراحة لقيتها حلوة وسهلة، فقلت اجربها، ولو طلعت حلوة لازم انزلها لكم هنا على القناة عشان كل عشاق الفطير المشلتت وعندهم مشكلة مع العجن يعملوه بمنتهى البساطة. بعد كده بشيل السباتولا وبحط شوية المية دول، وهقول لكم برضو كيلو دقيق اخد معايا مية قد ايه في الاخر. لغاية دلوقتي احنا حاطينا 550 مللي. انا هنا مش بعجن، انا بس بجمع كده العجينة، بلم كده العجينة بس زي ما انتوا شايفين مفيش عجن خالص. بلم كده واشوف العجينة محتاجة مية كمان ولا لا، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العجينة، انا زودت شوية مية صغيرين. بصوا العجينة بتقطع ازاي، مفيش اي عرق خالص كده، ما عجناهاش، لميناها بس. الفكرة هنا ان احنا هنلم العجينة كده بالشكل ده وهنحطها في كيس بلاستيك. اهم حاجة ما يكونش فيه اي فتحات في الكيس، ونحطها في مية دافية بالكيس. المية الدافية بتخلي العجينة بقى العرق بتاعها كده يبتدي يشتغل والجلوتين يشتغل فيها وتبدأ تمط. بنسيبها قد ايه، من ربع ساعة لنص ساعة. بعد كده بنطلعها كده وننشف الكيس كويس بفوطة مطبخ نظيفة. مهم جدا ان الكيس ما يكونش فيه اي فتحة عشان المية ما تتسربش للعجينة. وبعد كده بدهن الكاونتر كده بتاعي بشوية زيت، وتعالوا نشوف العجينة شكلها بقى عامل ازاي. هتلاقوا عجينة مطاطية وكأنك عجنتيها مثلا تلت ساعة. بصوا شايفين المطة، شايفين الجمال، شايفين العجينة اللي كانت بتتقطع معانا بقت عاملة ازاي. بصوا بتاخد وتدي ازاي معاكي، ما بتتقطعش خلاص. الجلوتين اتنشط فيها والعجينة بتاعتنا بقت ممتازة بدون عجن ولا تعب ايدين. تعالوا بقى نقص العجينة بتاعتنا دي او نقطعها للحجم اللي احنا عايزينه علشان نبتدي نشكل الفطير. انا هنا هقطع الكيلو دي على 8 قطع، وهقطعهم كلهم تقريبا قد بعض بالنظر كده، يعني ما استخدمتش ميزان. ببتدي بقى كده ألم أطراف العجينة كده وأكورها كده بالشكل ده وأقفلها كويس من تحت على صينية مدهونة زيت، وبدهن الوش كمان بتاعها بزيت. زي ما انتوا شايفين أنا هنا بوريكم أكتر من طريقة عشان تقدروا آه تعملوها كده بمنتهى البساطة والسهولة. الموضوع سهل جدا ومفيش ألذ من كده. أكتر حاجة عجبتني في الفكرة إن هي مش هنعجن، لأن في ناس كتيرة مبيبقاش عندهم عجان والعجن ده بالنسبة لهم بيكون مشكلة. وكمان الفطير بياخد وقت عجن كتير علشان خاطر تقدري تنشطي فيه الجلوتين ويبتدي يشتغل معاكي. بحطهم بقى كده في صينية مدهونة زيت، وبدهن الوش كمان بشوية زيت، وبغطيهم بكيس بلاستيك ضروري جدا علشان الوش بتاع الفطير ما ينشفش. بعد كده ممكن تحطي عليهم فوطة، مفيش أي مشكلة. بسيبهم بقى من نص ساعة كده لساعة على حسب وقتك. بصوا دي العلامة دي، طالما عملنا كده بصباعنا والعجين ما طلعش تاني وعملت علامة كده، معناه ان الفطير بتاعنا جاهز اننا نفرده. بعد كده بدهن الرخامة بتاعتي او الكاونتر بتاعي بزيت. احنا بنفرد بزيت مش بسمنة.
الزيت بيسهل جدا عملية الفرد معاكي، وبيخلي العجينة تجري تحت ايديكي جري، ما بتحتاجيش بقى لا المردانة ولا لأي حاجة، ومش بتاخد منك أي مجهود، بتلاقي العجينة كده ايه، بتجري لوحدها معاك. بصوا بقى، شايفين الموضوع بسيط جدا جدا جدا. بنوسع كده بإيدينا الفطيرة بتاعتنا، وبعد كده بنبتدي نشد كده ونورق. شايفين بقى الموضوع بسيط ازاي؟ هتبتدي بقى تفتحي كده العجينة بتاعتك وتورقيها كده اهوت لغاية لما تبقى شفافة، وتشوفي كده السطح بتاع الكاونتر بتاعك يكون باين زي ما انت شايفة كده. شايفين بقت شفافة ازاي بمنتهى السهولة. ركزوا بس في الخطوات لان الموضوع سهل، وفي الاخر هتاخدي نتيجة ممتازة. انا هنا بصوا بشد ازاي. بعد كده بيكون معايا زبدة بلدي، دي زبدة بقري، وابتدي اوزعها كده على الفطيرة، وبنستخدم ايدينا كده بالشكل ده بالراحة لان العجينة شفافة وخفيفة، مش عايزينها تتقطع مننا. طبعا تقدري تستخدمي سمنة لو حبيتي، بس انا بفضل في الفطير آه، ان احنا يعني نعمل الطبقات اللي جوه دي تكون بزبدة. الزبدة بتديني توريقة احلى. ببتدي بقى اقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما قطعتها، وهوريكم التقطيعة دي مرة تانية علشان تركزوا فيها. انا هنا عملت 8 قطع، هنحط كل فطرتين او كل قطعتين هيبقوا فطيرة، يعني الكيلو ده هيعمل معانا 4 فطيرات. الحجم المتوسط اللي انتوا شفتوه، ممكن تعمليهم لو عايزة تعمليهم كبار، ممكن تعملي فطيرتين كبار. شايفين برضو فردنا بقى بايه؟ بزيت. الزيت هو اللي بيمشي معاك. مهم جدا يكون نوع الزيت اللي انت بتستخدميه زيت نضيف، ملوش اي ريحة علشان ما تظهرش معاكي في الفطير. شايفين بقى بنورق ازاي؟ موضوع سهل جدا وبسيط. بصوا العجينة بقت شفافة وخفيفة ازاي. ده اللي بيديك الطبقات والتوريقات الحلوة. تقدري طبعا تعملي زي ما انت عايزة العدد جوه بعض، 2 3 4 على حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزاها. تقدري تصغري حجم الكور دي وتعمليهم اكتر من واحدة جوه بعض. شايفين بقى بنقسم ازاي، ونبتدي نقفل كده بالشكل ده. موضوع سهل جدا جدا جدا. كده قفلنا اول فطيرة، ونبتدي نلمها كورة كده. بعد كده نجيب صينية بتاعتنا تكون مدهونة سمنة، ونحط فيها الفطيرة بتاعتنا، وندهن الوش كده خفيف بالزيت، ونغطيها ونسيبها بقى، ونبتدي نكمل الباقيين. على بال ما نكمل الباقيين هتكون هي ارتاحت طبعا. واهم حاجة في الفطير هو الراحة. لازم تريحي الفطير عشان خاطر يريحك في الفرد، والعجينة ما تبقاش متعصبة معاكي. لما بتكون العجينة مرتاحة بتتفرد معاكي بمنتهى البساطة. انا هنا كنت مستخدمة دقيق الضحى جميع الاستخدامات، وبصراحة كانت نتيجته حلوة معايا. طبعا تقدري تستخدمي اي نوع دقيق انت مجرباه في الفطاير، او اي نوع دقيق يكون جميع الاستخدامات. بالنسبة للمية، العجينة اخدت معايا 600 ملي من المية. طبعا ده يختلف من كل نوع دقيق والتاني. مهم جدا 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 اننا نستخدم في الفطير سمنة بلدي. لو ما عندكيش سمنة بلدي، اتفرجي على الفيديو اللي انا عملته ازاي نعمل سمنة بلدي في البيت ببلاش. لانك لو بتعملي الفطير بزبدة صناعي او سمنة صناعي، او بتشتري من بره بسمنة صناعي، هو حاجة مضرة جدا 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 جدا. فاهم حاجة انك تستخدمي سمنة بلدي. اعملي سمنة بلدي في البيت، واعملي بيها كل الحاجات اللي انتي تحبيها. كده فردت واحدة، وهفرد التانية علشان احطهم برضو في قلب بعض. شايفين العجينة بتمشي معايا بسلاسة ازاي؟ دي اهم حاجة، ان احنا بنفرد بزيت، وكمان العجينة مرتاحة معايا، والقوام بتاعها مظبوط. كده كأنك بتستخدمي عجينة مثلا انتي عجناها على ايدك مش اقل من 10 دقايق او ربع ساعة. الحمد لله العجينة بتمط معاكي وبتورق وتحفة جدا. بصراحة فكرة عبقرية، وتسلم ايد اللي عملت الفكرة دي.
شايفين؟ ابتدي بقى احط زبدة. طبعا لو مفيش زبدة بلدي تقدري تستخدمي سمنة بلدي، مفيش مشكلة، يعني هتطلع معاكي برضو النتيجة حلوة وطري وتحفة. بحط بقى التانية كده في قلبها، وابتدي بقى اقفل الفطيرة بتاعتي. شايفين بقى الموضوع بسيط ازاي؟ حاجة في منتهى اللذيذة. خلاص خلصناها. نحط بقى شوية من الزبدة برضو، ونبتدي نقفل العجينة بتاعتنا ونعملها كورة كده، ندهنها بشوية بالزيت ونحطها في صينية ونسيبها ترتاح. على بال ما بنخلص طبعا الأربع فطيرات بتوعنا، بنبتدي نبدأ بأول واحدة احنا سيبناها ترتاح، أو أول واحدة عملناها. نبتدي نجيبها بقى كده ونبتدي نفردها. نفرد بقى الفطيرة بتاعتنا كده بسمك متساوي، واحدة واحدة. شايفين بقى الفقاعات الهواء اللي موجودة فيها دي؟ هي دي اللي بتدينا التوريقة الحلوة في الفرن. بكون مسخنة الفرن طبعا على درجة حرارة 200، أو درجة حرارة عالية للناس اللي ما عندهاش درجات حرارة في الفرن. وبدهن الوش بتاع الفطير اللي هندخله الفرن بسمنة، أو قشطة وسمنة، أو بزبادي. عندك 3 اختيارات، اختاري الاختيار اللي يعجبك. بصوا بقى، شايفين بقى هنا في الفرن؟ شايفين اللذاذة والجمال قبت ازاي؟ بنطلعها بقى كده. أول ما نطلعها وتاخد معانا اللون الحلو ده، بطلعها وبغطيها بكيس بلاستيك علشان تطرى معانا، لأن هي بتطلع معانا بتبقى مقرمشة كده ومرة. لو انتوا حابين ان هي تبقى طرية، حابينها تبقى مقرمشة، دي اللي انا دهنتها قشطة. التانية كنت دهناها سمنة. القشطة بتدي لون أقوى وريحة وطعم أحلى، فلو متاحة عندك حطي حتة قشطة مع السمنة. بصوا بقى، شايفين الجمال؟ دي اللي كنا عاملينها بالسمنة. نبتدي بقى نقطعها كده. عايزة اقول لكم الريحة بتاعته بصراحة كانت خرافية، طعم حلو جدا، وصفة سهلة وبسيطة ولذيذة. وكمان للمبتدئين اللي حابين يعملوا او يجربوا فطير، وموضوع العجن ده بالنسبة لهم مشكلة. للناس اللي حابة تعمل فطير وما عندهاش عجان، او صعب بالنسبة لهم موضوع العجن، عايزة اقول لكم طريقة في منتهى اللذيذة، وهتديكي نتيجة حلوة جدا جدا جدا. لو انتي بتحبيه مقرمش كده ما تغطيهوش، لو انتي بتحبيه بقى طري معاكي كده ولذيذ كده ويروح ويجي معاكي كده في اللقمة، يبقى غطيه بكيس بلاستيك وعليه فوطة، هيديكي نتيجة تحفة. شايفين؟ شايفين الطبقات خفيفة ازاي ومورة ازاي؟ طبعا هنا فطرتين يعتبروا برضو خفيف، تقدري تعملي 3 فطيرات جوا بعض، 4، زي ما تحبي وحسب الصينية بتاعتك. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم في وصفة جديدة وفي فود مع مورا. باي باي.